والعرضيه والخطيره جدا، لكن حارس المرمى وطاقه ممكن، لكن مدي ايه ده؟ مدي جول، ده مدي فاول مدي فاول هنا حكم الساحه، لكن كان لازم يبقى قريب. والشيء بالشيء يذكر، مخرجنا النهارده الدكتور خالد عبد العاطي للتلفزيون المصري اكيد هيعد لنا اول حدث واول كوره واول كوره وهدف ملغي. هنشوفها هنا من لمسه واحده، يا سلام عليك يا ولد، يلعبها شعبان من غير ما يبص، لكن الكوره فيها وغ، الراجل ساب الكوره لوحده، فيها كلام. نشوفها مره تاني، هنا طبعا الاعاده هتوضح تمام. يمسك الكوره علي لطفي وساب الكوره والكوره اتصلحت وجول، الكوره جول يعني واضحه تماما. وهيبقى اول موقف تحكيمي في استاد النيل اكيد، مع اللي زي ما قلنا باسم مرسي. في اي وقت احمد علي بيتحرك كويس جدا، وادي الكوره، وادي مؤمن زكريا خطيره، وادي وباسم مرسي، باسم مرسي، والله اوف سايد، اوف سايد. ولسه هقول القنبله انفجرت في استاد القاهره، وباسم مرسي القناص المرعب كان خلاص كوره الواحد صفر تاني مره، تاني هدف ملغي. لكن هنشوفها بقى في الإعادة، نشوفها في الإعادة ونشوف الكورة وقصة الأهداف الملغية. الهدف الأول قلنا ما فيش فيه مشكلة خالص، وادي الراجل جاي من الخلف للأمام، غريبة جدا، لا عاوزينها يعني هنا لو في فاول خلاص، إنما دي أوفسايد إزاي؟ والنبي قول لي أوفسايد إزاي؟ ده الراجل جاي 2 متر من ورا للامام، والراجل ضرب الكوره وعمل القنبله بتاعته وفجر الشبكه. كوره خطيره يا جماعه، خطير باسم. السؤال: عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ بصراحة لا يا فندم. أيوه، دي الإجابة الصح.